اول ما سي دانس 2.5 نزل قلت لازم اجربه بنفسي واشوف هل فعلا يستحق كل الضجه اللي الناس بتتكلم عنها ولا مجرد تحديث بسيط وخلاص. بدل ما اقعد اقرا لك المواصفات اللي الشركه اعلنت عنها، قررت اعمل مجموعه تجارب حقيقيه واختبر اهم المميزات بنفسي واشوف هل فعلا في فرق عن الاصدار اللي فات ولا لا. في الفيديو ده هنجرب كل ميزه جديده خطوه بخطوه، وهوريكم البرومتات اللي استخدمتها والنتائج اللي طلعت معايا، وكمان هقول لك رايي بكل صراحه بعد كل تجربه سواء كانت ممتازه او فيها مشاكل. ولو حابب تجرب بنفسك هتلاقي لينك هيكسفيلد تحت في وصف الفيديو، وكمان هسيب لك كل البرومتات وكل المراجع اللي استخدمتها تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا سونيك، عاملين ايه يا شباب؟ ويلا بينا نبدا من غير كلام كتير. قبل ما نبدا في التجارب خليني بسرعه اوضح لك ايه اللي اتغير فعلا في سي دانس 2.5. سي دانس 2.5 بيقدم دلوقتي امكانيه توليد فيديوهات مدتها اطول من الاصدار السابق الى مده تصل الى 30 ثانيه، وكمان بتقدم دلوقتي دعم لحد 50 ريفرنس في نفس المشروع، سواء صور او فيديوهات او ملفات صوتيه، وحتى موديلات ثلاثيه الابعاد اللي هي 3D موديلز. ده غير كمان انه يقدر يولد فيديو وصوت وحوار في نفس عمليه التوليد، وده خلانا نتساءل هل اخيرا بقى يقدر ينطق اللغه العربيه بشكل صحيح ولا لسه مشكله موجوده؟ وده اللي هنجربه سوا في الفيديو. ده غير كمان انه بقى يوفر ميزه الايديت فيديو اللي بتخليك تعدي جزء معين من الفيديو بدل ما تولد الفيديو كله من اول وجديد. وعشان كده حبيت اجرب كل ميزه بنفسي واشارك معاكم النتيجه زي ما هي، سواء كانت ممتازه او لسه محتاجه تحسين. عندنا هنا في طريقتين هنقدر من خلالها نستخدم سي دانس 2.5 بداخل منصه هيكسفيلد. اول طريقه هتكون من خلال الصفحه الرئيسيه، زي ما انت شايف كده هتلاقي موجوده عندك هنا سي دانس 2.5، فتقدر تضغط عليها وهنقلك على صفحه توليد الفيديوهات على طول. تاني طريقه هتكون من خلال الضغط فوق هنا على فيديو، وبعد كده من الموديلز دي هتختار الموديل بتاع سي دانس 2.5. اول حاجه كنت عايز اجربها هي اكتر ميزه لفتت انتباهي في سي دانس 2.5، وهي انه بقى يقدر يولد فيديو مدته 30 ثانيه كامله في لقطه واحده متصله. وعلشان اقدر اختبر الميزه دي بشكل حقيقي كتبت برومت عن صياد جوائز مستقبلي واقف فوق ناطحه سحاب في مدينه سايبر بانك ضخمه اثناء الليل، وبعدها بينط على الدراجه طائره وينطلق في مطارده وسط المدينه، والكاميرا بقى بتفضل ماشيه معاه في لقطه واحده وهي بقى بتنتقل بين ناطحات السحاب والسيارات الطائره ولوحات الهيلوجراميه. اللي كنت بقى عايز اختبره هنا هو هل النموذج هيقدر يحافظ على لقطه طويله مليانه تفاصيل وحركه مستمره من غير ما الشخصيات او البيئه او حركه الكاميرا تبدا تفقد الاتساق مع مرور الوقت. وبصراحه النتيجه كانت مبهره. حركة الكاميرا كانت ناعمة جدا، والانتقال ما بين المشاهد كان طبيعي، والشخصية فضلت محافظة على نفس شكلها طوال الفيديو. وكمان المدينة نفسها كانت مليانة تفاصيل من سيارات طائرة وإضاءات نيون ومطر وانعكاسات الإضاءة على المباني، وكل العناصر دي فضلت متناسقة بشكل كبير من أول لقطة لآخرها. وده خلى المشهد يحسسك إنك بتتفرج على لقطة من فيلم خيال علمي مش مجرد فيديو طويل معمول بالذكاء الاصطناعي. لكن بصراحة بعد ما خلصت أول تجربة قلت بما إن سي دانس 2.5 بيدعم لحد 50 ريفرنس في نفس المشروع، ليه ما جربش حاجة أصعب شوية؟ فقررت أعمل تجربة تانية، ولكن المرة دي هكون أنا البطل الرئيسي للفيديو. يعني بدل ما استخدم شخصية خيالية هستخدم صورة الشخصية نفسها، واشوف هل النموذج هيقدر يحافظ على شكل الحقيقي من أول فيديو لآخره ولا لأ. وطبعا علشان أعمل كده كان لازم الأول أجهز كاركتر شيت خاص بيا. ولو حد بيسأل ازاي عملت الكاركتر شيت ده، فالبرومت اللي ظهر قدامك دلوقتي هو اللي استخدمته بالظبط، وهسيبه لك تحت في البرومت مع باقي البرومتات علشان تقدروا تستخدموه مع صوركم الشخصيه وتعملوا بيه كاركتر شيت احترافي. اما بالنسبه لتوليد الصوره نفسها فاستخدمت الموديل بتاع جي بي تي ايمج 2، والجميل ان كل ده عملته من جوه هيكسفيلد نفسها، يعني ما احتاجتش افتح اي موقع تاني او انتقل ما بين ادوات مختلفه، كل الشغل كان من مكان واحد. بعد ما جهزت الكاركتر شيت رجعت تاني على سي دانس 2.5
وبدات اكتب البرومت الخاص بالمشهد. المره دي انا عملت سيناريو مختلف تماما. انا بكون ماشي في الشارع بشكل طبيعي جدا في شوارع القاهره، وفجاه السفن الفضائيه بتغزو المدينه والناس كلها بتبدا تهرب في كل اتجاه. في اللحظه دي بضغط على ساعه ذكيه اللي انا لابسها، وخلال ثواني بتحول لبدله قتاليه عملاقه، وبعدها بتبدا معركه ملحميه ضد الكائنات الفضائيه. بستخدم الليزر واسلحه متطوره، ودي كانت النتيجه. بصراحة دي كانت من أكتر التجارب اللي عجبتني. أول حاجة لفتت انتباهي إن النموذج قدر يحافظ على ملامحي وشكلي الحقيقي طول الفيديو، وكمان التحول لبدلة آلية طلع سلس جدا، وشوارع القاهرة كانت شكلها واضح جدا سواء الشوارع أو المباني. ومع كمية الانفجارات والمؤثرات والكائنات الفضائية الموجودة في المشهد، قدر يفضل محافظ على تركيزه على الشخصية الرئيسية بشكل ممتاز. وده بصراحة كان من أكتر الحاجات اللي أبهرتني في التجربة، استخدام 50 ريفرنس. الميزة دي بقى بصراحة كانت أكتر ميزة متحمس أجربها، لأنها بتسمح لك ترفع لحد 50 ريفرنس في نفس المشروع. وده معناه إنك أنت مش بتدي النموذج صورة لشخصية وخلاص، لأ، أنت بتقدر تبني عالم كامل بكل تفاصيله. وعلشان أختبر الميزة دي بشكل عملي، قررت أعمل فيلم أنيميشن قصير عن ولد نجار صغير بيصنع عربية خشبية بنفسه ومعاه كلبه الوفي. فبدأت الأول بعمل كاركتر شيت كامل للشخصية علشان النموذج يعرف شكل الولد من كل زاوية ويحافظ عليه طول الفيديو. بعدها عملت اكسبريشن شيت وضفت فيه تعبيرات الوش المختلفة زي الفرح والاندهاش والتفكير والخوف، علشان لو الشخصية احتاجت أي تعبير أثناء المشهد يفضل محافظ على نفس ملامحها. وطبعا الكلب كان ليه كاركتر شيت كمان خاص بيه علشان يفضل بنفس الشكل في كل لقطة. وبعد كده جهزت صورة للأدوات اللي هيستخدمها الشخصية زي العربية الخشبية والشاكوش والشنطة الظهر الجلدية، وكل واحدة عملت لها ريفرنس شيت منفصل. ومش بس كده، كمان عملت 3 بيئات مختلفة للعالم اللي بتدور فيه القصة. وبعد ما جهزت كل الريفرنس دي رفعتها كلها مرة واحدة داخل سيدانس 2.5 وكتبت البرومت يحول كل العناصر دي لمشهد سينمائي واحد، وبعدين ضغطت على جنريت. النتيجة بصراحة النتيجة كانت مبهرة. رغم ان المشهد بينتقل ما بين اكتر من مكان، الا ان النموذج قدر يحافظ على شكل الولد والكلب والعربية الخشبية وكل التفاصيل اللي جهزناها من اول الفيديو لاخره. حتى تعبيرات الوجه كانت طبيعية جدا، والانتقال ما بين البيئات المختلفة كان سلس، وحسيت فعلا ان كل المشاهد بتدور داخل نفس العالم مش مجرد لقطات منفصلة. وده كان بالنسبة لي افضل دليل على قد ايه الاستخدام الريفرنس بيعمل فرق كبير لما تبقى عايز تحافظ على نفس الشخصيات ونفس الهوية البصرية في المشروع بالكامل. في الاختبار ده بقى كنت عايز اجرب حاجة بصراحة كنت مستنيها من زمان. ولو انت استخدمت سيدانس 2 فاكيد عارف ان اكبر نقطة ضعف في سيدانس 2 كانت الحوارات اللي باللغة العربية، خصوصا لو خليته والد شخصية بتتكلم بالعربي. كان دايما النطق كان بيطلع غلط، والجمل نفسها كانت بتطلع بطريقة غير مفهومة، ودي كانت مشكلة ضايقت ناس كتيرة جدا وانا كنت واحد منهم. فقلت اجرب بنفسي هل سيدانس 2.5 قدر يحل المشكلة دي ولا لسه. فعملت مشهد بسيط لملك عربي واقف قدام مملكته، وكتبت له فقرة كاملة باللغة العربية الفصحى علشان اشوف هل هيقدر ينطقها بشكل صحيح وطبيعي ويحافظ في نفس الوقت على حركة الشفايف وتعبيرات الوجه. ويلا بينا نشوف النتيجة اللي طلعت معايا. يا أهل مملكة الكرام، إن النجاح لا يأتي صدفة، بل يلدل من أصمر والعمل وإصرار. قد تواحون صعوبات كثيرة، لكن لا يجمعل الخوف يمنعكم من تحثين أحلامكم. تذكروا دائما إن مسكور يصنعه من يوئين بنفسه ويعامل تتقدر مع مكانات التحدات. بصراحة كنت متفائل
ان سي دانس 2.5 يكون حل مشكله اللغه العربيه، خصوصا انها كانت من اكتر الحاجات اللي الناس اشتكت منها في الاصدار اللي فات. لكن للاسف المشكله لسه موجوده. اول كام كلمه كانت بتتنطق بالعربي بشكل صحيح، وبعدها الكلام بدا يتحول لحروف وكلمات غير مفهومه تحسه طلاسم كده. فمن ناحيه نطق باللغه العربيه اقدر اقول ان المشكله لسه محتاجه شغل اكتر. لكن في المقابل في حاجه بصراحه ابهرتني جدا، رغم ان الكلام نفسه كان غير مفهوم الا ان حركه الشفايف كانت متوافقه بشكل ممتاز مع الصوت، وتعبيرات الوجه وحركه العين وحتى التفاصيل الصغيره في ملامح الشخصيه كانت طبيعيه جدا. بصراحه الواقعيه كانت على مستوى مجنون، ولو ركزت على جوده الانيميشن نفسها هتحس انك بتتفرج على شخصيه حقيقيه وهي بتتكلم. اتمنى فعلا انهم يحلوا النقطه دي في التحديثات الجايه، لانها من اكتر المميزات اللي هتفرق مع صناع محتوى العرب. الميزه دي كانت من اكتر المميزات اللي شدت انتباهي في سي دانس 2.5، لانها بتخليك تعدل اي جزء في الفيديو من غير ما تضطر تعيد توليده من اول وجديد او من الصفر. ولو حابب تستخدمها في طريقه بسيطه جدا، هتطلع فوق وتضغط على ايديت فيديو، بعدها تنزل عند الموديل وتختار سي دانس 2.5 ايديتس، لانه الموديل المخصص لتعديل الفيديوهات. بعد كده ترفع الفيديو اللي عايز تعدل عليه، ولو عندك ريفرنس تقدر تضيفها من هنا، سواء صور او فيديوهات او حتى ملفات صوتيه، وليك لحد 50 مرجع في نفس المشروع. بعدها كل اللي عليك انك تكتب في البرومبت التعديل اللي انت عايز تعدله، وبعدها تضغط على جنريت. اول حاجه خليني اوريك شكل الفيديو اللي انا عايز اعدل جزئيه فيه. انا بقى طلبت من النموذج انه يغير الملابس فقط اللي لابسها الشخصيه، ويحولها الى درع ملكي فضي فاخر عليه نقوش ذهبيه مع عباءه حمراء ملكيه، وكل ده من غير ما يغير اي حاجه تانية في المشهد، لا الوجه ولا الشخصيه ولا حركه الكاميرا ولا الخلفيه. بصراحة النتيجة كانت احترافية جدا. النموذج قدر يغير الملابس بالشكل اللي طلبته بالظبط، وفي نفس الوقت حافظ على ملامح الشخصية وحركة الكاميرا والإضاءة. ولو حد شاف اللقطتين جنب بعض هيحس ان الشخصية كانت لابسة الدرع ده من البداية اصلا، ودي اكتر حاجة ابهرتني في الميزة دي. بالنسبة لي دي من اقوى مميزات سي دانس 2.5، لانها توفر وقت ومجهود كبير جدا، خصوصا لو بعد ما تخلص الفيديو لو اكتشفت انك محتاج تغير تفصيلة صغيرة بدل ما تعيد الفيديو من اول وجديد. ودي كانت تجربتي لسي دانس 2.5 داخل هيكسفيلد. بصراحة انا شايف انه يعتبر من افضل موديلات توليد الفيديو الموجودة حاليا، خصوصا في جودة الفيديو وثبات الشخصيات والريفرنس وميزة الايديت فيديو اللي وفرت وقت كبير. ولكن في المقابل لسه عندي ملاحظة على الدعم اللغة العربية، لانها لسه محتاجة تحسينات كبيرة جدا. غير كده التجربة كانت ممتازة فعلا، ولو حابب تجرب كل البرومتات والمراجع اللي انا استخدمتها هتلاقيها كلها موجودة في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت. ولو انت بتسأل في الاخر هل الاداة دي مجانية، فلا يا شباب، الموضوع ده مش مجاني، ولازم تكون مشترك في الخطة المدفوعة علشان تقدر تستخدم سي دانس 2.5. وهتلاقيني سايب لك رابط الاداة عشان لو حابب تجربها تحت في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت. وبس كده، انا سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.